لو انت فاكر انك كبرت على انك تعمل الحاجة اللي بتحبها، فحابب اقول لك اني عندي 33 سنة وبشتغل 9 ساعات في شركة وعندي التزامات وبيت واسرة الحمد لله يعني. بس كل ده ما منعنيش ان انا ادور على الحاجة اللي بحبها واعملها. حاولت استغل كل وقت فاضي في الاسبوع علشان اقدر ادور على وقت للحاجة اللي بحبها، اللي هو اني اعمل فيديوهات عن الانتاجية وتطوير الذات واني انقل تجربتي. الموضوع اخد مني وقت على ما عرفت ازاي انظم وقتي وكده، وادور واتعلم ازاي ابدا. بس المهم اني بدات. اضطريت ابحث وادور واتفرج على فيديوهات كتير عن ان ازاي اقدر ابدا باقل الامكانيات نظرا لضعف الامكانيات. والمفاجاه ان لقيت ان الامكانيات ما طلعتش هي اهم حاجه. طبعا هي بتفرق كتير جدا جدا لو متاح، وهتخليك تقطع شوط كبير جدا، بس مش مهم. المهم اني ابدا بحاجه بسيطه، وكنت قاصد ان البدايه بتاعتي تكون مش قد كده. كنت قاصد فعلا ان البدايه تكون وحشه، علشان مع الوقت اي تحسين لو بسيط حتى هيفرق معايا جدا في نفسيتي. كمان اي تحسين بسيط خالص هيديني حماس اني اكمل. لذلك كل الحاجات اللي اتفرجت عليها وبحثت عنها نصحوني اني ابدا وانا مش جاهز 100%، لان اصلا موضوع انك تكون جاهز 100% في حاجه لاول مره بتعملها ده مش موجود اصلا. ولو استنيت طبعا الامكانيات والمعدات عمري ما كنت هبدأ. وفعلا بعد ما أخدت أول خطوة وبدأت لقيت نفسي بتعلم كل مرة حاجة جديدة عن اللي قبلها. كل مرة بتعلم من الخطأ اللي وقعت فيه المرة اللي فاتت، وبحاول مع الوقت إني أعدل منه. طبعا الأخطاء في البداية بتبقى كتيرة جدا، بما إني طبعا بعمل الحاجة دي لأول مرة. كمان بسبب ضيق الوقت كنت أوقات كتير بعمل حاجة طبعا باستعجال، بس ده ما يمنعش برضو إني كنت بتعلم وأنا ماشي. طيب حد يقول لي يا عم، طب ليه الضغط والمرمطة دي كلها؟ ما نستكفي بحياتنا كده والحمد لله. حابب أقول لك، طيب أنت شغال في شغلانتك الحالية دي بقالك فيها كام سنة؟ اللي بتعمله كل يوم هو بتكرره بقالك قد إيه؟ طيب عمرك ما جالكش إحساس الزهق ده؟ مش بيجي عليك أيام كتير جدا بتحس إن أنت مفيش حاجة جديدة بتضاف ليك؟ سألتش نفسك قبل كده هو أنا هفضل في الدوامة دي؟ والسؤال الأصعب اللي دايما بيجي على بالنا كلنا، هل لو حبيت أسيب الشغل في يوم من الأيام هقدر أعمل ده؟ أكيد طبعا ما تقدرش، بسبب الالتزامات اللي عليك. بتقول لنفسك أنا لو سبت الشغل اللي أنا فيه دلوقتي يا ترى في الظروف دي هلاقي شغل غيره؟ فبتضطر إنك ترجع في القرار وبتطرد الفكرة من دماغك. مش عايز أطول عليك طبعا في الأسئلة وأقلب عليك المواجع، وطبعا أنا مش جاي هنا علشان أقول لك سيب الشغل اللي أنت كارهه ومش حابه ده، بالعكس. بس أنا جاي أقول لك إنك لما بتعمل الحاجة اللي أنت بتحبها جنب شغلك دي، سواء هواية أو حاجة بتطور نفسك فيها وبتتعلم، دي حاجة أصلا كفيلة إنها تحسسك إنك مش عايش وخلاص. قبل موضوع الفيديوهات اللي أنا بعملها دي، بالرغم يعني إن لسه في البداية ومفيش أي نجاح اتحقق، بس عايز أعترف لك إني كنت مش حابب شغلي التسع ساعات ده وكنت كارهه جدا. اكتشفت إن أنا كنت فاكر إن أنا مش بحبه. هو الموضوع طلع مش حب وكره أصلا الحقيقة، هو بس علشان إني كنت حاسس إني مش بعمل حاجة في حياتي غير المفروض عليا. فده كان بيخليني ساخط دايما على أي حاجة روتينية مجبر عليها، وكان مخليني طبعا اغلب الوقت نفسيتي مش احسن حاجة زي كتير مننا. طبعا معنى كلامي انك الحاجة اللي بتعملها بجانب شغلك دي بتكسر لك الروتين، كمان بتحسسك انك بتعمل حاجة ومش مجرد انك عايش كده في وظيفة وخلاص. والموضوع ده كمان هيقلل عندك جدا حتة جلد الذات، وانك دايما بتلوم نفسك. كمان بيحسسك كده بالانجاز، ويخليك كمان تعرف تنظم وقتك، وبيعرفك قيمة الوقت. انت كمان اكيد عندك وقت ضايع كتير جدا في يومك، ليه ما تتعلمش عن الحاجة اللي انت كنت بتحبها؟ صدقني الموضوع ده هيغير في حياتك كتير جدا وفي نفسيتك. شوف بتحب ايه يكون مفيد ليك، وابدأ خصص له وقت ولو بسيط جدا في وسط يومك. لازم تغير روتين حياتك لو انت مش راضي عنها. دور انك تعمل الحاجة اللي بتبسطك وتغير لك مودك. كمان بقى يا سلام لو الحاجة اللي انت بتحبها دي ممكن مع مرور الوقت والاستمرارية انك بتعملها تدر عليك دخل مادي فيما بعد. بجد دي هتبقى حاجة عظيمة جدا. تحب حاجة وتدخلك فلوس، مفيش احسن من كده. صدقني انا زيك بالظبط، بس الفرق ان انا قررت اغير من شكل حياتي. انت كمان يلا اعمل زيي وحاول تدور على الموهبة اللي جواك وما تستناش اكتر من كده. انا محمد عبد السيد وجاي علشان نحاول نتغير مع بعض. ما تنساش بقى اللايك، وكمان تشوف الفيديوهات اللي فاتت لانها هتفيدك جدا جدا في رحلة التغيير، وان شاء الله هتساعدك انك ازاي تتغير في اي حاجة نفسك تغيرها فيك او عايز تعمل حاجة بتحبها. والسلام عليكم.